إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا ولد له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، تعالوا بنا لنقف وقفة سريعة مع أنفسنا. كثير من الناس كأنه لا يموت، كثير من الناس كأنه لا يدخل القبر، كثير من الناس كأنه لا يأتي يوم القيامة ليحاسب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تحيد. عباد الله، الموت يأتي بغتة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى: حينما تنظر إلى هذا العبد وهو ينام على فراش موته أو على فراش مرضه أولا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا ما نظرت إلى دنيا الناس اليوم ترى أننا قد بعدنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما رحم ربه من أفراد قلائل. تنظر إلى كثير من الناس لا يبالون يأكلون من حلال أم من حرام،
لا يبالون إلى هذا الرزق الذي يأكله أو يطعم أولاده أو يطعم زوجته أو يطعم من يعود. عباد الله، نعم طغت علينا الماديات وطغت علينا الشهوات من حلال ومن حرام. نظرنا إلى الدنيا وكأننا مخلدون فيها، ولكن اعلم أنك ستموت، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت، والله حي لا يموت. والحق أن كل نفس ستذوق هذا الكأس، أي كأس الموت، سكرات وقربات وشدائد عند هذا الموت، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذاق وتجرع هذا الكأس. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق حينما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش موته، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السكرات كان بجواره رقوة بها ماء أو قدحا به ماء، فكان يدخل يده صلى الله عليه وسلم في هذا القدح ويمسح عن جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. سكرات الموت شدائد حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون لك العبرة ويكون لك الأسوة الحسنة. هل أنت اعتبرت برسول الله؟ هل أنت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وعند مماته؟ نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت عائشة بكاء مريرا وخرجت تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول: والله من قال أن رسول الله قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا، رسول الله ما مات، بل ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، ثم يعود مرة أخرى ليقطع أيدي وأرجل المنافقين قد زعموا أن رسول الله قد مات. لا يصدقون أن رسول الله سيموت. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بيت له بالسلح، مكان خارج المدينة، ونظر إلى الناس وهم يبكون، ونظر إلى بعض الناس وهو جالس في الأرض لا يصدق أن رسول الله قد مات. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفته، وكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: كنت حيا وميتا يا رسول الله، فلقد ذقت الموت. ثم خرج أبو بكر الصديق إلى هؤلاء الناس وهم لا يصدقون أن رسول الله قد مات، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية:
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر: فعلمت أن رسول الله قد مات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بعد ذلك كم ستؤمن وكم ستعيش وكم مات فلان صاحب الأطيان، مات فلان صاحب المليارات والملايين والألوف، مات فلان صاحب الدنيا، مات فلان الوزير الأمير الغفير، مات فلان ومات فلان وأنت لا تعتبر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هيا بنا لنأخذ هذه العبرة من هذا الموقف ومن هذا الموت. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. الموت يعظ الناس كلهم، يعظ العالم كله حينما أن ترى أخيك أو أبيك أو جدك أو جارك أو أحد الناس ميت أمامك، وهو كان من دقيقة واحدة كان يمشي ويتكلم ويعمل ويفعل الأفاعيل. اليوم نائم طريح الفراش، لا يتحرك لا يتكلم. أين الحركة؟ أين اللسان الفصيح الذي كان يتكلم أو يسخر من الناس أو يغتاب الناس؟ أين هو الآن؟ قد خلص لسانه وشل أركانه، ولا يتحدث ولا يتكلم ولا يدافع عن نفسه. وهو من هو كان يمشي بين الناس، كان يدافع عن بعض الناس، كان يطعم بعض الناس، ينام على فراش موته الآن وينظر نظرة إلى من حوله، إن كانوا أولاده أو كانت زوجته أو كانوا إخوانا، أي كان أصحابه، ينظر إليهم نظرة عطف، نظرة شفقة، فيقول إن كان بلسان مقال أو بلسان حال: يا أحبابي، يا أصحابي، يا أولادي، يا زوجتي، أنا أبوكم أو أنا أخوكم، أنا من أنا الذي عبرت الدور، أنا الذي بنيت القصور، أنا صاحب الأموال، أنا صاحب الأطيان، أنا صاحب الدنيا، أنا الوزير، أنا الرئيس، أنا الأمير، أنا من أنا. هل منكم من أحد من يزيد في عمر ساعة واحدة أو ساعتين؟ لماذا؟ ليرجع الدنيا ليسبح تسبيحة واحدة بإخلاص أو يسجد سجدة واحدة بإخلاص، وكان الوقت أمامه، كان قدامه وقت كتير وأيام كتير وشهور كتير وأسابيع كتير وسنين كتير، ولكن كان قاعد بيضيع الوقت، شوية على التليفون، شوية أمام الشاشات، شوية على المقاهي، شوية مع أصحابه. يقول لك تعالى نضيع وقت، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وقد تعلمت منذ زمن بعيد، فكان يقول أخ لي: هيا بنا لنستثمر الوقت ولا نضيع الوقت، فالوقت هو عمره والوقت هو حياته. الآن
تريد أن ترجع الدنيا وهو من هو ده العدل، كان معاه أموال جامدة، كان معاه أطفال جامدة، كان يستطيع أن يفعل كل شيء. ويقابل بالأمس رجل معه الملايين ويمشي ويهمل في الصلاة ويهمل في ملابسه ويجلس معي ولده، فبيقول لي ممكن كلمه يلبس نضيف شويه. بقول له كلمه انت يا ابني، قال لي ما بيقبلش مني. فاقتربت منه قلت له يا عم الحاج روح غير والبس، 85 سنه عاوز ايه من الدنيا معاك؟ قال لي ده هدوم جديده ومكويه في البيت. طب سايبها ليه؟ البس واتمتع واعبد ربنا سبحانه وتعالى. انت اول ما تموت هيختلفوا في ايه؟ في كفن. بلاش في العزاء عشان بدع وضلالات، حاجات كتيره فيها بدع وضلالات. هيختلفوا في الكفن بتاعك. مين اللي هيجيبه؟ هيجيبوه بحسابك ولا عيل اللي هيجيبه ولا يعملوا ايه؟ البس واتمتع واعبد ربنا سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال. يا أحبابي يا أولادي، هل منكم من يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ده هو كده يقول الكلمة دي: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. موضوع انتهى ايه؟ بعد ما الروح بلغت الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. كلا إذا بلغت الروح الحلقوم وقيل من راق. من الذي هيقيم؟ من اللي هيعلم؟ من اللي يبذل رقيا ليشفيه؟ من الذي يرقى بروحه إلى الملأ الأعلى؟ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق. وظن في القرآن أي تأكد أنه سيفارق الأحباب، سيفارق الدنيا. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خلاص ده رايح لربنا، هتقابل ربنا، هتقول له ايه؟ ستقول مرة ثانية بعد موتك في قبرك. ماذا ستقول لربك حينما يسألانك هذين الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ رجل يقول لك يا عم ده أسئلة سهلة، قول ربي الله ودين الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ده مش بمزاجك، وكل عال ينضح بما فيه. هل عشت على الصلاة؟ هل عشت على الصيام؟ هل عشت على التوحيد؟ هل عشت على تعاليم الإسلام لتجاوب ربي الله؟ أم أنك ساهٍ لا تبالي بالصلاة ولا تبالي بتعاليم الإسلام؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اتباع الذكر، اتباع القرآن، اتباع الإسلام، اتباع الكتاب والسنة. هل ستجيب عندما تتابع الكتاب والسنة
يثبت الله الذين آمنوا. أما إذا ابتعدت عن القرآن والسنة وتعاليم الإسلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول بعض العلماء الضنك يكون في عذاب القبر. ابتعدت عن ربنا سبحانه وتعالى، نعم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء، فلا صدق ولا صلى. هيا بنا إلى الصلاة. يقول لك ذهبنا يا عم الشيخ، فلا صدق ولا صلى. هيا بنا إلى الصيام، يا من تأكلون جهارا نهارا في نهار رمضان. ويذكركم أحد الناس يقول لك يا عم هو أنا خايف منك، أنا خايف من ربنا. أنت لو خايف من ربنا مش هتفعل ذلك. نعم، فلا صدق ولا صلى. طب ادفع الزكاة، يقول لك يا عم سيبها لله، احنا تعبنا بالقرش. طب ما ربنا كان يتعبك ما تعرفش تجيب القرش، كان يسكنك مستشفى والناس تنفق عليك وتشحت. ده هو اللي اداك القوة واداك العقل واداك الدنيا كلها، تقول لي نتعبت في القرش. هذا رزق من الله. ولا أقول حق الله، أقول حق الفقراء، ولكنه فرض عليك أن تخرج زكاة المال. هيا بنا إلى حج بيت الله، من استطاع إليه سبيلا قبل أن تموت ولا تحج. أنت تمتلك المال الآن، يقول لك يا عم سيبها لله، بخلص في البيت بس بشطر شوية، أسناني بجردر حتة أرض، أسناني بشتري أرض، أسناني هتسيب كله ما تقلقش. جردر واضحك نفسك وأثر في حياتك وفي عبادتك وهتسيب كله. فلا صدق ولا صلى. كان يستهزأ بعباد الله عز وجل، كان يستهزئ بالصلاة ويستهزئ بالعلماء ويستهزئ بالإسلام. فلا صدق ولا صلى. عباد الله، هيا بنا لنعود إلى الله عز وجل من جديد، لتأكل من حلال وتترك هذا الحرام، لتعلم أنك ستموت وتقابل ربك جل في علاه بحسبا بالمثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمدك ربنا واستعين بك واستهديك واستغفرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، وجاء الله عز وجل بهذا الموت وكأنه طعام أو شراب، فقال: كل نفس ذائقة الموت، آكلة الموت، شاربة الموت، لا بد أن تذوق الموت. كل نفس من طير وإنس وجن وملك ووحش، كل نفس يدب فيها الروح لا بد أن تذوق هذا الموت. الموت باب وكل الناس داخله،
الموت قبر وكل الناس داخله، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أين المصلون؟ وأين تارك الصلاة؟ هل يسوى بين هؤلاء يوم القيامة فيدخلون الجنة؟ لا، شتان شتان. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك ميزان حساس يزن بالمثقال الذرة. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا متاع يغرك، متاع زائل. أين الأموال؟ وأين العمارات؟ وأين السيارات؟ وأين الملايين؟ كل سيزول، متاع يغرك. أنت تغتر بالدنيا، تنظر إلى فلان يركب سيارة بكذا أو بكذا، تنظر إلى فلان يبني عمارة أو برجا أو ما شابه ذلك، تنظر إلى فلان يلبس كذا وكذا، وكأنك تتعامل بهذه النظرات وما تعلم أن هذا هل يأكل من حلال أم يأكل من حرام، وما تعلم أن هذا رزق أساقه الله إليه، وقد يرزقك بهذا الرزق ولكن تفشل، ولكن تكفر. فالله عز وجل جاء بهذه الأرزاق وقسم هذه الأرزاق لتكون عابدا لله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، هيا بنا لنعود إلى الله عز وجل، وهيا بنا لنرجع إلى الله عز وجل. هيا بنا لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا ومع ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وذلل لنا الصعاب، وفرج لنا الكربات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تدع لهذا الجامع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قد سددت دينه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.